ماتش كان وحش جدا من مدريد لدرجه ان احنا قلنا كلنا قبل الطرد ان الماتش ده هينتهي كده. يا راجل حتى روح اسال المدريديه اللي هم عارفين الفرقه بتاعتهم وحافظينها صم، حتى اختفوا وهو مطرود منه اتنين وانت كسبان 1-0. انت مستني الكوره اللي هتيجي عليك وممكن تخش جون والدفاع بتاعك هيكون سرحان فيها، وفعلا حصلت الكوره ديت في الوقت بدل الضايع، بس كورته والحمد لله طلع راجل وانقذنا. يعني انت مع الوضع بتاع الماتش ده كنت ممكن تخسر الثلاث نقط عادي قبل الكلاسيكو وتدخل في ازمه. وبمناسبه الطرد يا رجاله، مشجع اي فرقه لو الكوره ديت لفرقته هيقول لك لا الحكم لازم يطرد، وانا معاك ان في حكام يحسبوها وحكام ما يحسبوهاش، بس انا هقول لك الحكم ليه طرد اللاعب ده. الحكم طرد اللاعب ده لسببين. اول سبب ان المدافع ده غبي. غبي ليه؟ مش ان هو يضرب فينا ضربه واحده كده وخلاص والموضوع انتهى، لا ده ضربه مرتين، ضربه من فوق وضربه من تحت وضرب من غير كرة اصلا. بس مش ده السبب لوحده ان هو خلاه يطرده. السبب الحقيقي اللي هو خلاه يطرده ان الحكم ده كان فعلا لازم يطرد اللاعب الثاني اللي هو نازل مكانه، عشان هو عمل تدخلين على فيني اللي تم بانذارين وكان المفروض يطرد، فعشان كده هو ما اتاخرش كتير قوي ان هو يطلع الكارت الاحمر. والطرد الثاني باين يعني ان هو متعمد الضرب بعد ما الكرة خرجت من رجل اللاعب. وبرجع واقول لك لو الكور ديت لفرقتك هتقول ان هي طرد رسمي.